بسم الله، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله الساعة 7 مصر هتلاعب الأرجنتين في دور ال16 بإذن الله. وإن شاء الله النهاردة الساعة 7 أو الساعة 9 إن شاء الله هنبارك لبعض بصعود مصر إلى دور ال8 إن شاء الله. وإن شاء الله الساعة 9 النهاردة مساء هنقول للميسي بإذن الله هارد لك، ومكتوبة لك إنك خرجت على إيد المصريين، ويكون إن شاء الله آخر كاس عالم ليك يا ميسي تحضره. فبإذن الله النهاردة الشعب المصري هيفرح والمنتخب المصري هيفرحنا جميعا، ونتكلم مع بعض على التشكيل المتوقع. واللي عنده رأي تاني غير التشكيل ده يكتب لنا في التعليقات ونتكلم مع بعض. فالتشكيل المتوقع للمنتخب المصري إن شاء الله أمام الأرجنتين في دور ال16. في حراسة المرمى طبعا مصطفى شوبير أوفا. خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ. خط الوسط مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور. خط الهجوم صلاح وزيكو، وقدامهم مرموش. إن شاء الله ده التشكيل المتوقع طبقا لرؤيتي أنا. وزي ما قلت اللي عنده رأي تاني يكتب لنا في التعليقات إن شاء الله. دي أول نقطة. النقطة التانية اللي حابب أتكلم فيها كده في عجالة، إن المنتخب المصري واللي عمله العميد حسام حسن معانا ومع المنتخب في كأس العالم، دي حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني نفتخر بيها كلنا كمصريين. فما يصحش عيب على بعض النفوس المريضة اللي بتقلل من المنتخب المصري وبتقلل من العميد حسام حسن. يعني انا اخص بالذكر واحد اول حرف من اسمه عين، مش هقدر اقول اكتر من كده وانتوا كلكم عارفينه. يعني اعتقد ان لا له تاريخ زي حسام حسن، ولا له انجازات زي حسام حسن، ولا ليه اي حاجة. ايه يقول لك ما ادي المنتخب 5/10، يرجعوا بعد ما يرجعوا نجيب مدرب تاني. ايه ده يا اخي؟ ده لو اخوك غلطان ما تحرجوش قدام الناس، رغم ان المنتخب مشرفنا ورافع راسنا، وحسام حسن مشرفنا ورافع راسنا ومفرحنا. واحنا امتى يا كابتن يا همام، امتى وصلنا كاس عالم قبل كده؟ ايام الكابتن الجوهري الله يرحمه. كام سنة بقى عدت؟ انا مش عارف انت كنت يعني واعي لنفسك وبتتفرج على كاس العالم سنة 90، ولا كان عندك كام سنة؟ مش حاسس. فرجاء الناس المريضة تركن على جنب، سيبونا نفرح. هو حرام؟ هي كبيرة علينا الفرحة؟ سيبونا نفرح بمنتخبنا باللعيبة بتاعتنا. سيبونا نفرح، عايزين نفرح. كفاية عليه كده. وإن شاء الله بكرة نفرح إن شاء الله. السلام عليكم.